لو عاوز تستثمر فلوسك في شهادة متوافقة مع الشريعة، ما تختارش أعلى رقم بمجرد ما تشوفه، لأن عائد ال27% اللي بيتكلموا عليه وراه تفصيلة مهمة جدا. هو العائد ثابت ولا متغير؟ وأنا محتاج كام عشان أقدر أبدأ وأشتري شهادات؟ وأنهي شهادة بتصرف أرباح شهرية؟ ركز معايا في اللي هقوله. أعلى اختيار هو صك ميسرة، وده في بنك قناة السويس ومدته 3 سنين، والعائد بتاعه بيصل ل27% عند الصرف الشهري، أو 26.5% عند الصرف اليومي. والشراء هنا بيبدأ من 10,000 جنيه، والاسترداد متاح بعد 6 شهور، لكن العوائد متغيرة ومرتبطة بسعر الإيداع في البنك المركزي. أما في بنك فيصل الإسلامي فعندنا شهادة نماء، ودي مدتها 7 سنين وبتبدأ من 1000 جنيه بعائد تراكمي، بينما شهادة ازدهار فمدتها 5 سنين وبتوفر أرباح شهرية متغيرة. أما شهادات بنك مصر الإسلامية ففي شهادة 5 سنين بعائد شهري، ودي بتبدأ من 1000 جنيه. في شهادة تانية مدتها 3 سنين بعائد ربع سنوي، ودي بتبدأ من 500 جنيه والعائد مرتبط بنتائج الأعمال. بنك الكويت الوطني هو كمان بيقدم شهادة إسلامية لمدة 3 سنين بربح متوقع 19.5% شهريا و20 وربع سنويا، وبتبدأ دي من 5000 جنيه. وخد بالك، معظم الأرباح دي متغيرة أو متوقعة وليست مضمونة طوال المدة، فراجع البنك يوم الشراء واسأل عن شروط الكسر قبل ما تربط فلوسك.